السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات في الدنيا، ربنا يبارك فيكم ويديمكم نعمة في حياتي. لو أول مرة بتشوفوني، أنا أختكم زينب، ودي قناتي حكايات وبنعيشها. أتمنى تنوروني بلايك واشتراك في القناة وكومنت جميل من إيديكم الحلوة علشان يوصل لكم مني كل جديد. نسمي ونصلي على رسولنا الكريم ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهاردة الفيديو بتاعنا عن ميزانية الفطار والعشاء. كل الناس بتقول عن ميزانية الفطار والعشاء. طيب ميزانية الفطار والعشاء يا ترى هتكلفنا قد ايه؟ النهارده احنا عملنا الميزانية هتكلفنا 300 جنيه. الأسرة من 4 أفراد 5 أفراد إن شاء الله بإذن الله تعالى هتكفي معانا. وانت بتطلعي الميزانية كده اعملي 300 جنيه ميزانية للفطار والعشاء. طب هنعمل ايه؟ أول حاجة طبعا احنا عارفين ان في الفطار او العشاء ممكن ما نستغناش عن الفول. هنجيب ايه؟ هنجيب ب40 جنيه فول علشان خاطر ندمسه ونشيله في الفريزر على اكياس. طيب 40 جنيه فول. هنجيب ب20 جنيه قمح للبليله، وبرده هنعملها ونشيلها اكياس برده في الفريزر. البليله يا جماعه بتبقى كنز في البيت، والله بتشبع جدا. ساعات بتطلعي الكيس وتسخنيه وتضيفي عليه شويه سكر، مش شرط انك تحطي لبن، وبتديه للاولاد بالليل والله بتسد جوعهم وبتبقى جميله برده معاكي. مش شرط ان انت تقولي طب انا جبت قمح البليله ودي هتكلفني لبن وهتكلفني مش عارف ايه، لا برده بتكون معاكي حلوه. طيب دي ممكن بتكون تنفع للعشاء اكتر كمان من الفطار. يبقى هنجيب ب 40 جنيه قمح، ب 40 جنيه فول معايا تدميس، وهنجيب ب 20 جنيه قمح بليله. هنجيب ب 80 جنيه كيلو جبنه قريش. طب في ناس كتيره بتقول ان اولادها مش بيحبوا الجبنه القريش، يبقى هنجيب علبتين جبنه، العلبه نص كيلو ب 40 جنيه. هتجيبي علبتين يعني بمقام كيلو جبنه عشان يقعد معاكي مثلا الشهر. هتقولي كيلو جبنه واحد في الشهر، طب ما احسبي هتضيفي كمان حاجات تانية. يبقى هنجيب ب 80 جنيه، ورقه وقلم واكتبي ورايا. 40 جنيه فول، 20 جنيه قمح البليله، يبقى 60. هتجيبي ب 80 جنيه معاكي جبنه قريش. هتجيبي 2 كيلو بطاطس. هتاخدي ال 2 كيلو بطاطس، هاتي البطاطس الصغيره هتديها لك ب 20 جنيه. هتجيبي 2 كيلو ب 40 جنيه معاكي. طيب انا هجيب ايه تاني عشان انا كاتباهم كلهم؟ هجيب نص كيلو طبق بيض. النص كيلو طبق بيض ب 75 جنيه. هجيب معايا ايه تاني؟ هجيب كيلو بتنجان رومي، كيلو ونص كيلو وربع على حسب. في ناس البتنجان الرومي عندها ب6 جنيه ونص، بتجيب الكيلو ونص ب10 جنيه. وفي ناس عندها البتنجان الرومي ب10 جنيه، وناس عندها ب8 جنيه على حسب الاسواق. خلي 10 جنيه للبتنجان الرومي. هتجيبيه وتقطعيه وتنقعيه في الملح وتخليه عندك في التلاجة. هتاخدي منه وتقلي، تعملي بقى بتنجان بخل وتوم، وتحمري بطاطس، تعملي بطاطس مهروسه. هتقلي شويه بتنجان من غير خل وتوم. المهم ان هيبقى معاكي كيلو بتنجان هتقدري توظفيه. عايزه كيلو، عايزه كيلو ونص، انا بديكي افكار وحضرتك تكملي. يعني مثلا واحده ممكن تقول لي ايه، لا ال 300 جنيه دول الحاجات اللي انت قلتيها احنا 7 افراد، يبقى حضرتك تجيبي بس تكتري الكميه شويه. ممكن تزودي 100 جنيه، تزودي 50، والله دي حريه شخصيه. فاضل لي ايه تاني هنا؟ فاضل لي كوز لانشون ب 35 جنيه. ستات كتير سالتني اجيب كوز اللانشون منين، وانا بقول لكم هاتوه من عند امان، اي محل يكون عندكم، او محل لحوم مستورده برضو بيبقى عنده اللانشون. يبقى هنا انا جبت ب 40 جنيه فول، ب 20 جنيه قمح بليله، ب 10 جنيه بتنجان رومي، ب 35 اللانشون، ب 80 جنيه الجبنه، سواء علبتين سواء جبنه قريش راحتكم. هنجيب نص طبق بيض، هنجيب بال 40 جنيه بطاطس. طب انا هنا هعمل ايه؟ هوظف الحاجه ازاي؟ انا ممكن اعمل الفول فول عادي بالطماطم، فول بالثوم، اعمل جنبه بطاطسيتين مهروسه مش اكتر من كده. هطلع مثلا الجبنه وهعمل جنبها مثلا حته لانشون، مثلا اقطع شويه لانشون جنبيها، هيبقى معايا همشي معايا النظام معايا هيكون كده. فانا عايزاكي يعني انت لو جبتي الحاجه تقدري توظفيها صح. في ناس تقدر ان هي تخلص الحاجه بسرعه، وفي ناس ان هي بتخلي الحاجه تكون عندها. يعني مثلا انا كانت امي الله يرحمها لو اتفضى مننا مثلا محشي بتنجان بالليل ولا حاجه تقوم حاطاه في التلاجة على طول، تصحى الصبح تقوم محمراه.
وتحطهن طبق كده جنب الفطار. يعني انت مثلا ايه عندك محشي، حمرتي صباعين الصبح للعيال على الفطار، هتقومي مثلا عامله جنبيه شويه بطاطس مهروسه، وتقومي رشه بقدونس كده، طبق طماطم مخلل، وتقعدوا تفطروا وتحمدوا ربنا والحمد لله. مش شرط بقى ان انا اطلع لانشون واطلع جبنه وبيض وكله واخلص الوجبات اللي انا جبتها كلها في مره واحده. لا، انت تبقي رقيبه وتبقي عارفه الحاجه اللي انت ايه اللي انت جايباها، تبقي عملتي ايه. متفقين. طيب، العجة البطاطس دي يا جماعة بتبقى حلوة قوي. عندي البطاطس اعملها عجة، اقطعها شيبسي، اعمل فول بالطماطم، اعمل فول بالبيض. المهم ان انا اوظف الفطار بتاعي وما خلوهوش يطلع عن نطاق 300 جنيه. هيبقى الفطار وهيبقى العشاء. طب حد يقول لي لا، ال 300 جنيه انا هيكفوني فطار. خلاص، يبقى يكفوكي فطار ونكتر في الغدا شوية، علشان خاطر مثلا ايه، انا عاملة النهاردة رز وفاصوليا، انا جبت كيلو فاصوليا او نص كيلو، لا انا اخليه كيلو، اخلي اجيب كيلو فاصوليا واجيب كيلو رز وربع كيلو شعريه ولا نص كيلو شعريه، واكتر عشان لو جوعنا بالليل نبقى نسخن من الخضار وناكل. لا احنا مش بنحب ناكل خضار، احنا عايزين جبن. لا، ما انت ما تحيريش، انت بتحيري نفسك انت وبتضايقي نفسك انت. يعني انا مثلا عملت كشري بعدس اصفر، بزود شويه، مثلا هجيب نص كيلو رز وربع كيلو عدس، لا انا هخليه كيلو رز ونص كيلو عدس، او ربع وتمن. اروح للراجل اقول له انا عايزه ربع عدس وتمن عدس، واجيب مثلا كميه الرز واكترهم. ليه؟ علشان خاطر بالليل احنا كنا جه العيال على الساعه 12 بالليل جاعوا، ياخدوا طبق كشري يقوموا واكلينه. مش شرط بقى اقوم اقلي بيض واعمل جبنه وانا مصروفي على قدي. فالكلام ده يا جماعه عايزاكي ما تاخديش الموضوع على صدرك قوي وتقومي متضايقه وتقولي ال 300 جنيه لا ما يكفونيش فطار وعشاء. لا، يكفوكي لو فكرتي ازاي. لو فكرتي مثلا عندك عامله حله كشري حلوه، وصبحتي الصبح سخنتي طبق جميل كده، وعملتي العيال شويه فول بالزيت وليمون، وكل واحد مثلا طبق الكشري الكبير ده كل واحد خد له معلقتين وغمس شويه فول او قلله طعميتين وخلاص احنا فطرنا. فاهمه الفكره في كده؟ انما انا ممكن اقول لك هاتي رومي وهاتي بسطرمه وهاتي مش عارف ايه وهاتي ايه علشان خاطر تفطري. لا، القصه مش كده. القصه ان انا بحاول امسك ال 300 جنيه في ايديا وهجيب بيهم الطلبات اللي انا قلتها وهشيلها، وانا بقى اشوف ادعبس كده في المطبخ ايه اللي بيتفضى في الحلل واعمله. اتفضى حتتين جلاش عندي اركنهم افطر بيهم بكره، اتفضى حته مكرونه بشاميل اسخنها مع الفطار بكره، وهكذا. والحياه هتمشي والدنيا هتبقى تمام. عامله شويه مكرونه محمره، اتفضى مني طبق اسخنه هحطه على الفطار بكره مثلا، واحمر جنبه حبه بطاطس حد يفطر مكرونه محمره، هنفطر الموجود هتفطري علشان الحياه تستمر. والحياه كده ان شاء الله. احنا داخلين على مدارس يا جماعه وعلى دروس ومواصلات، والمواصلات طبعا كلكم عارفين انها غليت من دلوقتي، فبنقول يا مسهل وبادئين حمله التوفير. فربنا يوسع علينا وعليكم وييسر لنا الامر جميعا. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكي. ما تنسنيش بدعوه حلوه ليا ولزوجي واولادي بصلاح الحال، ودعوه منكم ان بنتي تقوم مجبوره الخاطر بالسلامه ويرزق كل مشتاق يا رب. بحبكم احلى اخوات في الدنيا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي ويبارك فيكم يا رب. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.